قراءة رائعة من سرداح. هجوم معاكس بقيادة دولمي صحيفة تجاه فراس، ورقم 2 فراس يتنفس منها ترجع الوسط وصعوبة سرداح صعوبة تجري السنة المقبلة في موسكو. هذا جمري مع بن حولة يحاول يراوغ ينجح في المراوغات داخل المنطقة. بن حولة داخل المنطقة وهدف فعلا، هدف من تسجيل بن حولة، هدف في الدقيقة 15 في الشوط الأول، هدف مقابل 0 لصالح الفريق الجزائري. الهدف سجل عن طريق بن حولة، لكن هذه هي الكرة، تبقى الكرة لصالح بن حولة. بن حولة عصاد الآن، عصاد بلومي مراوغة أولى، عصاد من جديد مراوغة ثانية، عصاد لاعب جميل جدا، عصاد بلومي إلى بن حولة وهدف ثاني فعلا، هدف ثاني رائع ممتاز بعد دقيقة. مش عارف ما شفتش اللاعب اللي سجل الهدف، قال لي مش عارف ما شفت. لمن بن حولة ينطلق داخل المنطقة في الوسط، يقذف عالية، لقطة خطيرة جدا قام بها بن حولة جناح المنتخب الجزائري مع اللاعبين احتياطيين في هذه اللحظات، يعني في الهجومات يستفيد من الاخطاء اللي يرتكبوها اللاعبين المغاربه. كاني الى رضوان طويله حق عليها الان، يرسلها عاليه اتجاه بن حولة وهدف فعلا، هدف ثالث دائما بن حولة. 3 أهداف بن حولة اليوم بعد 24 دقيقة. بن حولة دائما 3 أهداف في مقابلة دولية هكذا، ونقدر نقول في اليوم في تجربته الأولى كقلب هجوم. ويجي ليه بلومي محيوز ما يتمكنش من العب، في الأخير محيوز معه فرقاني إلى رضوان من جديد، مراش كورة يتصل لرضوان، ينطلق رضوان داخل المنطقة ويسجل فعلا هدف رائع. رضوان هدف رائع بعد 28 دقيقة في الشوط الثاني. 4 أهداف مقابل هدف واحد لصالح المنتخب الجزائري في هذه المقابلة التصفوية، تصفيات ألعاب موسكو الأولمبية. 4 أهداف مقابل هدف واحد مقابل الذهاب هنا في الملعب الشرفي بالدار البيضاء. ما هناك عناصر شابة ما شاركت في هذه المقابلة، وانطلق من بن حولة. ينطلق بن حولة وهدف لا ثالث الخامس، الهدف الخامس لتسجيل عصاد فعلا. دقيقة 42 5 أهداف مقابل هدف واحد من تسجيل بن حولة. 3 أهداف، رضوان هدف واحد وعصاد هدف واحد. بن يوسف وادية من الملعب الشرفي بالدار البيضاء. إلى اللقاء وشكرا على حسن انتباهكم.